واحد القضيه وليت كنسمعها ديما صافي، وليت متقبلها، وليت كتجيني عاديه. فين ما كنتلاقى مع شي واحد كيقول لي فين ساكن، كنقول ليه البرازيل، تيقول لي شنو كدير في البرازيل؟ البرازيل معروفه على الاجرام الفقر داكشي. وتخيلوا معايا هذا دابا مواطن عادي، هاد الهضره راه كنسمعها حتى من عند البوليس اللي كيبغي يطبع لك الباسبور، كيسولك فين غادي كتقول لي البرازيل، كيقول لك وما خفتيش على راسك، البلاد معروفه بالاجرام، معروفه بكذا. دابا باش نوضح لكم دابا الصوره، راه نفس القضيه واقعه عند البرازيليين بالنسبه للمغرب. دابا المغرب الصوره اللي خايدين عليه دابا البرازيليين هي بحال هذيك الصوره ديال الجمال غاديين، وبحال هكا غادي شي قافله، وملي كيوصل التوريست كتقول ليه يلاه طلع ندربك دوره في الصحراء. اولا كيتخيلوا بحال الراجل غادي باللحيه وجر معاه 4 العيالات منقبات، فهمتي؟ دابا هذه الصوره اللي عندهم على المغرب. ولكن دابا هذا الدور ديال الاعلام، لان دابا شوف البرازيليين شنو هما الحوايج اللي كيوصلوهم على المغرب. هو بحال دابا دوك جمع الفنا كيبان لهم واحد غادي هاز قرض ولا هاز حنش، دوك الدروبه ديال فاس، ديك دار الدباغين، بحال الاخبار اللي كانوا وصلوا مؤخرا بحال دوك الزنزال ديال الحوز. انت بزاف البرازيليين قالوا لي واش داك الزنزال واش واصل لعائلتك، واش ما كيبغيو يطمئنوا عليك وصافي. يعني هذيك الصوره اللي واصلاهم على المغرب هو داك الشيء، ديك الديور رايبين ديال الزنزال، اولا حتى ديك الواقعه اللي كانت وقعت لك الدري مسكين ريان اللي كان طاح في بير، انت وكان القنوات ديال العالم كامل نقلت داك الاخبار. المهم دابا هادو هما الاخبار اللي كيوصلوهم. يعني انا كنعذر البرازيليين الا كانوا خايدين على المغرب ديك الصوره ديال غير الصحراء والكيفار وداكشي، وفي نفس الوقت كنعذر حتى المغاربه اللي خايدين ديك الصوره على البرازيل انها فقط بلاد ديال الاجرام والفقر داكشي. هادشي علاش بغيت نقول لكم عمركم ما تسيقوا شي حاجه بلا ما تمشيو لديك البلاد، فهمتي؟ ديما دوك الصوره اللي كتوصلكم راه مغايره تماما على ديك الصوره اللي غتوصلك ملي غتحط في ديك البلاد. يعني عمرك ما تحكم على شي حاجه قبل ما توصلها.